السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم أكلتنا من الأكلات اللي كتير كتير طيبة، وهي البرجر. وطبعا ما في اتنين بيختلفوا على إنه البرجر من أطيب الأكلات الغربية وأشهرها. اليوم رح أعلمكم كيف تتبلوا برجر الدجاج وتظبطوا الصوص تبعه، وكيف نلفه سندويش ونقدمه إذا الله راد. طبعا رح أقدم لكم إياه بالطريقة الكلاسيكية المعروفة يعني، ولأنه هو له كتير طرق، فنحن هلأ حنقدمه بهي الطريقة إن شاء الله. وبالمستقبل بدنا نعمل كتير أكلات من البرجر، وخلينا نشوف الطريقة. لكل كيلو دجاج بدنا 200 جرام لية ناعمة، 150 جرام كعك ناعم، 5 معالق كبيرة باربيكيو صوص، 3 معالق كبيرة كاتشاب، وكمان بدنا معلقة كبيرة خردل، ومعلقة كبيرة دبس فليفلة، معلقتين كبار كزبرة يابسة، وبدنا ملح وفلفل أبيض وجوز الطيب وزنجبيل وتوم بودرة وبصل بودرة. طبعا يعني الملح حسب الرغبة، والفلفل الأبيض ممكن نحط يعني معلقة صغيرة، جوز الطيب بدنا ربع معلقة، زنجبيل معلقة صغيرة، توم وبصل بودرة معلقة كبيرة من كل نوع. بدنا نخلطهم كتير 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 منيح لحتى يمتزجوا ويصيروا كلهم يعني قوام واحد. شايفين كيف صاروا هلا هيك قوام واحد؟ هلا هون بدنا نقرصهم. اول شي بدنا نعملهم كرات. هلا انا هون انا عملتها سميكة لانه يعني حسب القالب اللي عندي. هلا انا هون عملتها كل قطعة 200 جرام. هلا انتو فينكم انه تعملوها 100 جرام ورقيقة مثل البرجر السورية، بس انا هون كنت عم بعملها مثل الامريكية السميكة. هلا يعني اذا ما عندكم ميزان فيكم يعني تقريبا تقديريا تقدروا يعني قديش حجم الكرة. هلا انا بس اول وحدة زنتها، والباقي خلص صار على التقدير مثل ما شايفين. خلص ايدي صارت ميزان. هلا اللي ما عنده مكبس فينه انه اي صحنين او اي يعني اي غرض او غطا مثلا مطربان او اي شيء ممكن يكبس فيه ويعملوا قالب. شايفين مثلا انا عملته هيك، بس هدول صحنين صغار كان بدي اكبر، بس ما في مشكلة. بنبل هيك ايدينا بهالطريقة هي الاصابع وبنظبط التدويرة تبعهم بهذا الشكل. شايفين وهيك طلعت. بس طبعا هلا بالمكبس او بالقالب بتطلع اضبط بكتير. بنحط ورقة النايلون، بنحط كمان بنبلها هي شوي مشان ما تشقق. بنحطها بنحط فوقها نايلون تانية وبنكبسها بالمكبس حسب حجم المكبس اللي عندكم وقد ايه بدكم السماكة بتعملوا الوزن. شايفين كيف السماكة. طبعا هي حتكش هلا على القلي. بنكمل باقي الطابات او باقي يعني القراص نفس الطريقة لحتى نخلصهم. طبعا بعدين الافضل انه نفرزهم اقل شي ساعتين اذا كانت يعني عندكم الكهرباء دائما جاية، او ليلة كاملة الافضل مشان ما نتعذب بقليون. هلا هون بدي اعمل الصوص اللي بدي احطه على البرجر على السريع. مايونيز، كاتشب، خردل، باربيكيو صوص، شوي من مرقة المخلل، مية المخلل يعني من المطربة. بنحركهم مزبوط مزبوط. شايفين امتزجوا كلهم مع بعض. بعدين بجيب مخلل مقطع ناعم، مخلل خيار، وبخلطهم معه. هذا الصوص كتير كتير طيب للبرجر. هلا هون انا بحط زيت نباتي وبحمي المقلاية. هلا ممكن على المقلاية ممكن على الجريل، بس لحميت شوي يعني نوعا ما بنحط البرجر.
طبعا ما نكتر كتير مشان ما انه يلزقوا ببعض او نحن بنكون نقلبهم ننزع البرجراية اللي بجنبها او كذا. يعني هلا هون مثلا بهيك مقلاية بيوسع 3، يعني مو اكتر من 3. طبعا ما بنقلبهم لحتى تقريبا ياخد وش، يعني اول وش يعني بعد شي دقيقة او كذا. طبعا بنخلي النار على الوسط مشان ما تحترق. شايفين كيف؟ بنكبسها شوي كبسة هيك مشان من النص تاخد لون كمان. شايفين؟ ما بدنا البرجر انه يحترق، بدنا بس انه ياخد لون ويكون استوى. طبعا هو لحمة مفرومة فدغري بتستوي. شايفين هلا هيك اموره تمام. هلا هون الخبزة. هلا هي الشغلة اختيارية، فيكم انتو تحمصوها يعني، وفيكم لا تتركوها يعني مثل ما هي، بس اصولها هي انه تتحمص. يعني تتحمص بنفس الدهن الزيت هذا والدهن اللي قلينا فيه البرجر، تطلع اطيب. وهي حسب الرغبة اخر شي. هلا بالنسبة للف السندويشة، هلا هي شغلة اختيارية وحسب الذوق. هلا انا هون حطيت من الصوص اللي عملته وكترت هيك شغلة مرتبة. بعدين حطيت البرجر، حطيت كمان فوقه صوص خليه هيك منغنغ. بعدين حطينا البندورة، لا قبل البندورة عفوا، بدنا نحط الشيدر فوق البرجر. شايفين؟ بعدين حطينا البندورة والبصل. هذا البصل ني. هلا ممكن انتو تعملوا بالبصل المكرمل. وهون خسة، وهون هيك حطينا. هلا فيكم انتو تضيفوا مثلا حبش مدخن، سلامي، هذا الشي بيرجع لكم. هلا هيك صارت جاهزة. انا طبعا شكيتها بعود شيش وزينتها ببندورة كرزية. شايفين كيف المنظر؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا هي نوع من انواع البرجر، وان شاء الله رح اعملكم كذا نوع وكذا طريقة باذن الله. يعني في كتير طرق من البرجر. هلا هون انا حطيت طبقة خس من تحت وطبقة خس من فوق، لقيتها اظرف يعني احلى كشكل واظرف. بتتقدم قدام البطاطا، وممكن نحط الصوصات اللي نحن بنحبها. شايفين ما شاء الله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني. كان معكم الشيف باسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.